المغربي صانع سريف هو اللي كان وراء الخطا الاخير، وبالتالي كان تدخل جيد للاعب انصاري. نتابعوا الان اشرف حكيمي، خطيره هذه المحاوله دائما لصالح المنتخب المغربي. شنو غادي يعمل الان اشرف حكيمي؟ غادي يحاول يمرر كمره خطيره جدا، هدف بطريقه ممتازه، هدف في حدود الدقيقه العاشره، هدف لصالح المنتخب المغربي، وسليم ملاح هو الذي يسجل الهدف من خلال هذه المحاوله الاخيره. سليم ملاح يسجل بطريقه جميله، وبالتالي يمكن نقول سليم ملاح لاعب ستاندرد دو من مواليد سنه 1996 بهذا الهدف احسن دخول. يمكن نقول بانه لاي لاعب احسن ما يتمناه مع اي منتخب كنظن له هو انه يسجل في الوهله الاولى، وبالتالي سليم ملاح الان يسجل الهدف بطريقه جيده. وبالتالي سليم ملاح يمكن نقول لاعب ستاندرد دو ليج 23 سنه، يجيد اللعب بالقدم اليمنى من مواليد قبل ان يستدعى مره اخرى من طرف المدرب وحيد خليل زيدين. نتمنى حظ موفق لاشرف بن شرقي في مشاركته مع المنتخب المغربي. اذا اشرف بن شرقي يبلي البلاء الحسن في الدوري المصري رفقه فريق الزمالك المصري الذي تنتظره نصف نهائي حارق جميلة جدا، والهدف بطريقة جيدة بالنسبة للمنتخب المغربي. خطأ في الإبعاد وانصيري يسجل الهدف الأول بطريقة جيدة، أعتقد بأنه أيمن مرقوق كان وراء التمرير من خلال هذه المحاولة الأخيرة. وبالتالي المنتخب المغربي يسجل الهدف الثاني، واللاعب وهدف المنتخب النصيري يسجل الهدف. وبالتالي فرحة للعناصر المغربية بهذا الهدف المستحق بالنسبة للمنتخب المغربي. إذا يوسف أنصيري من مواليد سنة 1997 لعب لكل مالاغا وليغانيزا الإسباني قبل أن يوقع الآن مع فريق إشبيلية. ما كاينش هناك تسلل بتاتا، وأنصيري تمكن من الانتقال. بالفعل كان أيمن مرقوق هو اللي كان وراء هذه المحاولة الأخيرة، وبالتالي يمكن نقول بأنه المنتخب المغربي الآن موفق من خلال هذه المحاولة الأخيرة من إضافة هدف ثاني وانتصار إلى حدود هذه اللحظات. هذه المحاولة الأخيرة سنتابع الآن كرة عالية وممتاز وهدف ثالث، ويوسف العربي بطريقة اللاعبين الكبار يحتفل بهذا الهدف بطريقة القناصين. وبالتالي يوسف العربي 3 أهداف ل0، حصة غنية عن كل تعليق. والمنتخب المغربي يضرب بقوة لاعب أولمبياكوس، مسار كبير في الاحتراف منذ سنة 2010. يمكن نقول بأنه لاعب المنتخب الكبار كان الهلال السعودي، غرناطة الإسباني من 2012 إلى 2016 كي كانت فترة انتقال قبل انتقال للدحيلة القطري، ومنذ سنة 2019 انتقال حر لفريق الأولمبياكوس اليوناني. ونشاهدوا الضربة الرأسية كاميرا بنغورو، يمكن نقول بأنه التموقع لم يكن جيد وخروج خاطئ للحارس المنتخب السنغالي. وبالتالي هدف الثالثة ثابتة. نسيم بوجلاب، ننتظرك يا ولد بفارغ الصبر لأن تكون لاعب واعد قادر على أن يكون لاعب متميز بالنسبة للمنتخب المغربي. نتابعوا الآن هذه المحاولة. سامي ماي والحكم ماذا يقول؟ أعتقد يقول ضربة جزاء من خلال هذه المحاولة الأخيرة، ضربة جزاء. وبابتسامة عريضة الحكم يقول ضربة جزاء بالنسبة للمنتخب السنغالي في هذه اللحظات. إذا ضربة جزاء من خلال هذه المحاولة الأخيرة. وبالتالي إذا نسيم بوجلاب 2004 2009 كان مع ايزف ليثمات 2009 2014 اف سي اشلو، و2014 2013 شالك 0-4. سنتابع الان ضربة جزاء لصالح المنتخب السنغالي. ياسين بونو، نتمنى ان تكون متألق كما عهدناك دائما، ولما لا كانت متابعة من ياسين بونو، ولكن تسديدة لصار اسماعيلية اللي تمكن من التسديد بشكل قوي، وبالتالي يهزم الحارس الهدف الاول
لصالح المنتخب السنغالي. كسب الاهداف وتابعته، كانت متابعه جيده، ولكن لاعب واتفورد الانجليزي تمكن ذو 22 سنه من تسجيل الهدف بطريقه جيده. لاعب واتفورد اللي انتقل من فريق رين الفرنسي بعدما كان لاعب ميدز، لكن هو لاعب خريج